حد عنده ADHD بنعيش معاناة لا أحد يعلم عنها شيئا. ومش عارفة أقول الحمد لله إن بقى عندنا وعي وعرفنا إن أصلاً في ADHD، ولا أقول يا ريت ما عرفنا، لأنه مجتمعنا العربي كله للأسف بيوصل لنا إن الطفل أو حتى الشخص ده عنيد، شقي، قليل الأدب، اندفاعي، غبي، فاشل. أنا إنجي ADHD وعندي 35 سنة، يمكن بطلت أتنطط وأعمل دوشة في البيت، بس لما كبرت عادي التنطيط والمراجيح دي كلها واللي نفسك فيه كله جوه دماغي. فال ADHD هو مش بس الأطفال، لكن هو حاجة بنتولد بيها مكملة معانا، مش حاجة بتختفي لما نكبر، ومش مرض قلت لكم كده قبل كده. ولكن في ناس نيوروتيبيكال، الجهاز العصبي عندهم والتركيب لدماغهم نيوروتيبيكال، وفي ناس عندها تركيبة مختلفة. عشان كده بقول لكم هو نوع مختلف من البشر، زي الأبيض والأسود، الطويل والقصير، وكل نوع وشكل له ما له وعليه ما عليه. يعني مثلا القصير مش مطلوب منه نقول له تعالى اعمل المهام او الالعاب حتى اللي بيلعبها الطويل، مثلا مش هنقول له تعالى العب باسكت. ونفس الكلام الطويل برضو مش هنقول له حاجه وهنقول له انت طويل وانت قصير، انت ADHD وانت مش ADHD. فالفكره ان هو اختلاف، ونتقبل الاختلاف ونفهم بس نفسنا زي ما بقول لكم. فاحنا مش عيانين، ولو هنقول عيانين فممكن عيانين بالابداع، عيانين بالحريه، لانه لازم عندنا كل شويه حاجه جديده تحمسنا كل شويه. فاحنا بنحب الناس جدا، اكتر حد بيخدم الناس، بيقف جنب الناس، بنفهمهم ونتفهمهم كويس جدا، لاني قلت لكم بنبقى ناس حساسه عندهم ايموشنال انتليجنس، ولكن هي تركيبه عجيبه مثيره للجدل. فالفيديو ده علشان مش ان انا اقول لكم معلومات علميه زي ما انتم دايما متعودين مني، هتلاقوها في نص الكلام، ولكن انا عايزه اتكلم معاكم عن الحياه والرحله، الاسباب والنتائج، الحاجات دي كلها اللي انا عرفت منها ايه موضوع ال ADHD، واللي انتم ممكن تشوفوا نفسكم فيه بعيد عن البعد العلمي والدراسات دلوقتي. وانكم تشوفوا ان ال ADHD مش مرض ومش عيب ومش تخلف ومش غباء. ال ADHD ده ممكن يكون شكل وتركيبة جينية، لان هو اتفقنا ان هو فعلا وراثي، هتلاقي مامتك باباك حد في العيلة، فهو شكل وتركيبة ليه مميزات كتيرة جدا. لكن خلينا بقى نعرف نتعامل مع عيوبنا، اللي اصلا كل بني ادم في العادي عنده مميزاته وعنده عيوبه، يعني مش حاجة ما حصلتش. فاحب اقول لكم كمان ان اكتر الشخصيات الناجحة والمؤثرة في العالم عندها ADHD. عندكم مثلا بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، شخص ADHD، وما وقفش بس هنا، ده عمل مؤسسة كبيرة علشان بس تخدم البنات والولاد اللي بدأوا يحسوا انهم مختلفين، ان هو عنده رسالة علشان يشتغلوا على الحاجة اللي بيعانوا منها وفعلا يطلعوا منها حاجة إيجابية. وده كان سبب نجاحهم، اختلافهم هو سبب نجاحهم، وكان مؤمن جدا بالمقولة دي، وكمان بيقول لهم اشتغلوا عليها وهو ده اللي هينجحكم. مش بس كده، ومن اللعيبة المشهورة جدا السباح الأولمبي مثلا مايكل فيليبس، وكمان مايكل جوردن لاعب الباسكت بول. طيب دول كلهم في لقاءاتهم عامة قالوا ان هم عندهم ADHD، وان هم كانوا مش مركزين في المدرسة، وطبعا برضو كان نفس الضغط المجتمعي اللي حواليهم، ولكن هم كانوا بيشتغلوا على، خلينا نقول العيوب دلوقتي، ولكن كانوا بيشتغلوا على الاختلاف ده عشان يطلعوا احسن ما فيهم. وكمان في علماء زي اينشتاين، يا جماعه اديسون. انتوا عارفين اديسون ده ليه حكايه بحبها قوي، انه في يوم جه جواب لمامته من المدرسه انه الجواب ده بالفصل، ان هو مش كواليفايد انف ان هو يكمل. فمامته ما قالتلوش ده، هي ضحكت الجواب فيه ايه، فقالت له ده بيقولوا ان انت جامد جدا واوفر كواليفايد على المدرسه، فانت هتتعلم هنا في البيت. وهي اللي اشتغلت على تعليمه وخلاص ما بقاش بيروح المدرسه لحد ما تعدي السنين ويكبر ويخترع، يبقى هو مخترع المصباح الكهربائي وكاميرا تصوير السينما. ويكتشف في يوم في ورقه قديمه بيفتحها لقى ان هي مكتوب فيها ان هو ما كانش كواليفايد انف، او ما كانش يعني ان هو ينفع يقعد معاهم في المدرسه، ان هو اقل منهم. فالاقل منهم، لكن مامته ازاي عرفت توجهه؟ وهيجي بعد كده الكلام اللي انا بقوله لكم، ان دور بقى الاهل والمدرسه مهم جدا مع ال ADHD. وفي ناس يمكن فنانين بقى كتير، في بيتهوفن، بيكاسو، في سليبرتيز زي مثلا بريتني سبيرز او باريس هيلتون. وخدوا بالكم ان في بعض المجتمعات غيرنا والثقافة والوضع الديني مختلف، فممكن ال ADHD يروح للإدمان، ونسبة الإدمان عند ال ADHD أكتر 10 مرات من الشخص العادي. وده اللي خلى زي ما بقول لكم شخصيات بره كتير انها تبقى عرضه اكتر لموضوع الادمان. نروح بقى لشخصيات انتوا عارفينهم وبتسمعوا عنهم، وكمان يمكن عاملين لهم فولو. اشهرهم اميره اديب.
أميرة من أشجع الناس اللي اتكلمت عن ال ADHD، واللي احترمت جدا وصفها وتعاملها معاه بتلقائية شديدة. أميرة فهمت نفسها وفهمت إن هي ممكن تتشتت بسهولة، وإن هي لازم تظبط وتعمل المهام اللي وراها وتكتبها وتبقى قدام عينيها، وده اللي احنا عايزين احنا كمان نتعلمه ونعمله. وبدأت تبقى رحيمة بنفسها وتحب نفسها، علشان هي ممكن بتنسى كتير. احنا عندنا شورت تيرم ميموري لوس، وده بننسى الحاجات اللي لسه حاصلة امبارح. فحقيقي برافو أميرة. كمان جنى ونور عمرو دياب أعلنوا تشخيصهم بال ADHD، وبعد ما جنى أعلنت التشخيص بتاعها، المدرسة قالت إن هي صعب التعامل معاها، وصفوها بكلمات مؤذية عن قدراتها زي الغباء والكسل، التمرد، وإن هي مش هتقدر تكمل في المدرسة عشان هي مختلفة وعندها صعوبة في القراءة والتعلم بشكل عام. وجنى برضو أعلنت دعمها لل ADHD، وإن هم يصدقوا في نفسهم ومهاراتهم، لأن هم فعلا بيبقوا موهوبين. وبعد شوية نور أعلنت إن عندها ADHD، رغم إن أنا شفت بعد كده والدتها اتكلمت إن هو في حاجة تانية، ولكن أنا مش عايزة أدخل في تفاصيل، أنا بس عايزة أقول المجتمع بيشوف إزاي. المدرسة بتبعت تقول إن هو مش مناسب، إن هو مش كويس مع أصحابه، إن هو في تأخر في القراءة. وخدوا بالكم أوقات ال ADHD بيكون معاه مصاحب حاجات تانية كتير، ما بيكونش هو بس، وبيكون معاه حاجات تانية. انتوا عارفين بقى إن شخصيات ال ADHD مش بس بتبقى ناجحة وعبقرية ومبدعة، لكن كمان عندها ريزيلينس، عندها صلابة ومرونة. يمكن عدينا بحاجات كتير قوي واستحملنا وتكيفنا، البيئة المحيطة، إحباط الناس، طريقة الناس إنهم يحطوا علينا ستيكر إن أنت كسلان، إن أنت مهمل and so on. الأهل والمدرسة اللي الواحد بياخد منه الثقة في نفسه ويعرف يبدأ يتفهم نفسه ويعرف نفسه في وسطهم، هم كانوا بيبقوا أول ناس يبدأوا يقولوا لنا كلام وحش عننا. فخدوا بالكم إنه أفكارنا وشخصياتنا وقيمتنا الذاتية بنجيبها من كلام الأهل والمدرسة. تصرفاتهم معانا هي اللي بتتحفر في دماغنا. فلو حد فضل يقول لحد انت غبي، انت فاشل، انا تعبت منك، انا زهقت منك، الكلام اللي بنسمعه بنقوله لولادنا كده على الاوتو بايلوت عادي، الكلام ده بيأثر في النفسية وبيأثر في إحساس البني آدم ده بنفسه. وبالعكس تيجي معانا بالعكس، إنه بنبقى عايزين نرضيك أكتر، فعشان ترضى عننا أنا هاجي على نفسي، عايزة أرضي كل الناس. بتربط الحب اللي بتديهولي بحاجة أنا بعملها، فأفضل باجي على نفسي عشان أعمل لك الحاجة اللي أنت عايزها، عشان تفضل تحبني وتتقبلني وما تخاصمنيش وما تعاملنيش وحش. مهم قوي هنا لكل الأهل إن هم يعرفوا نفسهم، لأن زي ما بقول لكم هو يبقى موجود عند الأهل أصلاً، ويتشخصوا صح، وكمان يطمنوا على أولادهم لو شاكين. وبعدين بقى اللي زود الطين بلة زي ما بيقولوا، المسلسل اللي عمل سبوت لايت على ال ADHD، إنه مرض صعب في التربية، وحد مطلع عين أهله وباباه ومامته، وماشي يكسر في كل حاجة، الشغل بيبوظ، العلاقات بتبوظ، كل حاجة بتبوظ للآخر يعني. أنا كنت مبسوطة إن هو في سبوت لايت على ال ADHD، لكن هو ال ADHD أنواع، وأنواع بدرجات مختلفة، ومش بس ال ADHD أنواع، ده أنماط الشخصيات مختلفة، درجة الذكاء مختلفة. فهو مش بالعشوائية دي، لا بالعكس، هو عنده جانب إبداعي، ذكي، منجز، بيعمل 5 حاجات في وقت غيره بيعمل حاجة واحدة بس. هو حد حساس جدا، ممكن يكون عنده مشاكل في العلاقات، لكن إنه مش ماشي يضرب ويكسر ويهزق، ده مش الطبيعي وده مش اللي حاصل. فال ADHD هو شخص حساس وعنده مهارات كتيرة جدا، عنده emotional intelligence، فللأسف ما ينفعش تركنه على الرف، وما ينفعش ما تبقاش بتسمعه، وعايزه كمان يسكت. وكمان هو على طول حاسس ان هو في افكار كتير جوه دماغه، حر وبيتنقل ما بين الرفوف اللي في دماغه دي بحريه، واحنا فجاه عايزين نحبسه ونقول له اقعد ساكت وبس هنا ما تتحركش. فطبعا لما هيتحرك هنقول عليه شقي، لما هيبدا يوقع حاجه هنقول عليه مهمل، وللاسف وهو كبير كمان بنبدا نتخيله زي شخصيه زيزي في المسلسل. ولاني ADHD، فانا اللي اول مره اشوف كتاب حياتي عينه واكتشف ان انا نفسي استحملت نفسي، ومش بس كده، انا جيت على نفسي قلق وتوتر زايد، ودلوقتي عرفت ليه، ويمكن ده اللي ريحني. انا كنت باجي على نفسي وبخبي الاعراض طبعا من غير ما اقصد، وفهمت دلوقتي ان دي كانت طريقه ذكيه من اي طفل عنده ADHD لما يحس انه مش شبه المجتمع، او انه عايز يتحب، عايز يحس بالقبول من الناس اللي حواليه، صحابه، اخواته، زمايله. لانه احنا كتير او كل الناس بتميل عامه لاحساس الانتماء،
وعايزين نتواصل، عايزين نبقى شبه بعض، كل الناس كده، بلس احتياجنا الدائم للحب. فكل الهداهد اللي بيحصل عندهم مهارات كتير ربنا خلقها لهم علشان يتحملوا ويتكيفوا كمان مع المشاكل اللي ممكن تكون بتظهر بسبب ال ADHD سواء مع نفسهم أو مع الناس. ويمكن ده اللي بيطلع أغلب ال ADHD أو كلهم يعني عندهم حتة إرضاء الناس، وحاجة كبيرة قوي إن هم يجوا على نفسهم عشان رأي الناس فيهم. وزي ما قلت لكم ده بسبب الماسك اللي هم حاطينه عشان يعرفوا يعيشوا مع الناس. لما كنت صغيرة عشان بابا وماما والناس والمدرسة يحبوني، أسمع كلامهم، أبقى في الصورة اللي هم حابين يشوفوني فيها، أسيطر على الشقاوة، على الجري، الكلام الكتير اللي ممكن يزيد خاصة في وجود الناس. وأنا بقول كده عشان الناس اللي بتبقى متضايقة من ولادها دلوقتي في اللي بيحصل، والأسئلة الوجودية بقى. بس كبرت فقلت الشقاوة والحركة والكلام اللي بفضل أسأل بيه الناس، بس نفس الأسئلة الكونية ونفس الحركة والشقاوة جوه دماغي. فكان مهم وسبب أساسي للحب والعطاء إني أكون مش بس هادية، إني أكون شاطرة مثالية بسمع الكلام، متفوقة بطلع الأولى من غير ولا غلطة. وبرضو أنا بحكي الحكاية عشان كل حاجة ببقى عايزة أقول حاجة للأهالي. ده نداء للناس اللي بتسمعني، الأهالي اللي عندهم ولاد، مستحيل بلاش الشطارة 100%، وبلاش تزرعوا كده في الولاد سواء ADHD أو لا، لأنه بيطلعهم عندهم عدم تقبل الأخطاء، هيعلمهم يكونوا perfectionist. واللي عنده البرفكشنزم أو اللي بيسعى للكمال ده بيخليهم يا يعملوا الحاجة بتوتر جامد يا ما يعملوش الحاجة أصلاً. فإن أنت تعمل كده في ولادك دي مش حاجة كويسة. فاترسمت صورة إنجي الهادية الكيوت الشاطرة اللي بتعمل واجبها وواجب الجيران لو حابين يعني. لكن شفت بقى كمان العكس جدا، شفت تفاصيل كتير في حياتي كنت بطلع فيها الطاقة، بس أنا على فكرة أدركتها دلوقتي، أنا كنت بعملها وأنا مش عارفة أنا بعمل إيه. كنت بطلع طاقة ال ADHD وأنا طفلة رغم إن أنا المفروض يعني كيوت، ولكن كان في حركة، في لعب. يعني من وأنا صغيرة لحد النهاردة بحب ألعب قوي فولي بول، كرة الطاير. وكنت بلعب اللعبة دي من وأنا في ابتدائي، وبعمل أي حاجة في المدرسة وأسيب الحصص عادي عشان أنزل ألعب. وفعلا أنا نفسي ما كنتش عارفة إزاي بعمل كده وأنا المفروض طفلة هادية ونادية يعني. لكن اكتشفت إن أنا لو هخترع أي إذن عشان أمشي من الفصل في الوقت ده وأنزل ألعب زي أي ولد، مش هقولكوا زي بنت يعني، كنت محبوبة وشاطرة، بس طلعت كنت شقية. وأنا فهمت دلوقتي ليه. يعني ما كانش لازم أروح أعمل مصيبة عشان أطرد من الفصل، ولا مثلا إني أكون قليلة الذوق أو أرد وحش. لا، كنت عادي نفس أنا، محترمة كويسة وبعمل كل حاجة، بس عايزة ألعب. بلعب بقى في وقت الحصص أو زي ما بقول لكم في غير الحصص، بلعب مع اللي قدي ومع اللي أكبر مني. وطبعا أكيد كنت بتأخر على الدروس أو الحصص بتاعتي سواء في المدرسة أو بره علشان بلعب، فهروح متأخر. لحد ثانوية عامة يعني أنا عارفة إن كل الناس بتلعب وكل الناس عندها لعب معين بتلعبه، لكن أنا كنت بلعب في وقت المدرسة وفي وقت ما بين الدروس ولحد ثانوية عامة. ثانوية عامة بقى الناس كلها حتى اللي بيلعبوا وبيسيبوا تمارينهم وبيسيبوا اللعب، أنا كانت الشنطة بتاعتي جواها كورة. وكان عندي المدرسين دايما يعلقوا على الموضوع ده، منهم مستر عزيز، إنه أنت مش شايفة نفسك أنت جاية الدرس بكورة. فدي كانت من الحاجات اللي بطلع فيها طاقتي، شقاوتي، وبتهديني، لأنه الرياضة واللعب مهمين جدا للصحة النفسية والاستقرار خاصة لل ADHD. وبعدين بقى كنت بعمل ماسك للأعراض الغير مقبولة وبعوضها بطريقة تانية عشان أعرف أتأقلم، فكانت دي منها. الغريب بقى إن أنا كنت شاطرة في المدرسة والدروس وبجيب تقديرات وبجيب درجات، بس ما كنتش زي الناس الشاطرين اللي أنا شايفاهم. كنت دايما أحس إن هم ممكن يكونوا يستحقوا، لأني شايفاهم بيتعبوا أكتر. أنا بلعب وما بعملش حاجة، بلعب وبنام وبهزر يعني، وبعدين برجع أتزنق أذاكر أجيب. فاكتشفت إني عشان أستحمل المدرسة والمدرسين والدروس والمذاكرة كان لازم أطلع شوية دوبامين يزقوا معايا اليوم والحاجات المملة بالنسبة لي أنا وأي ADHD. فالدوبامين يا جماعة عندنا مش موجود، هو بيقع فجأة، وعشان أرجع أتحمس وأكمل لازم حاجة زي اللعب كانت تشجعني تاني. بس خدوا بالكم أوقات، وده بقى عشان المدرسين والمدرسة، لو المدرس نفسه كان شاطر بيعمل ما بينه وما بيننا تجاوب نقاش، فاللي هو بيشرح، بيلعب بتون الفويس اللي هي نبرة الصوت، بيعمل مسابقات، طب مين يجاوب أشطر، مين يجاوب أسرع،
ودي في الحقيقه اللي كانت ممكن تشجعني شويه وتخليني اركز اكتر. ودي كانت بتحصل اكتر الحمد لله في دروس الماس والساينس، فكانت يمكن عشان كده انا طلعت بحب جدا الماس والساينس بفضل المدرسين اللي ربنا كرمني بيهم في الوقت ده فعلا. لانه خدوا بالكم لما يبقى فيه اكتيفيتيز وتفاعل، اللي هو احنا مش عايزه اقول جايين نهزر، بس احنا جايين ناخد العلم بطريقه فيها بساطه وفي نفس الوقت فيها علم صح. انت ساعات كان المدرسين بيدونا اكتر من اللي في الكتاب، وده شفته من المدرسين ليا في ثانوي في البيولوجي، انه مش كان لازم يشرح لي الكتاب، كان ممكن يشرح لي حاجه اكبر من اللي موجوده. يمكن ناس تفكرها ان دي حاجه عيب، ولكن بالنسبه للشخصيات اللي زيي كانت حاجه بتديني تشويق اني اذاكر واعرف المعلومه وابقى انترستد فيها، فاعرف اقعد اذاكرها. نيجي بقى للعربي والتاريخ والجغرافيا والحاجات دي، وانا بقول لكم عشان تشوفوا بس ولادكم وتبقوا بالراحه عليهم يعني. فانا مثلا موضوع بقى القصه والنصوص والادب والبلاغه انا بعمل فيهم مجهود غير طبيعي، والقصه انا بعمل لها قصه لوحدها في دماغي. لكن مثلا النحو حقيقي الحمد لله كنت يعني بحبه جدا وشاطره فيه جدا، يمكن اشطر من المدرسين اوقات، ولحد النهارده رغم ان في وقت كبير جدا عدى الا اني لسه بحبه وفاكراه وممكن اعرب لكم اي حاجه عادي. طيب يا انجي يعني انت شاطره اهو، طب انت ADHD؟ اصل هما بيقولوا ان اللي عنده ADHD مش بيبقى شاطر. لا، بنبقى شاطرين بس عندنا صعوبة في إن إحنا نقعد أصلاً نذاكر، إن إحنا نجيب الثبات ده أصلاً، أو إنه نحفظ حاجة زي ما هي. عارفين بقى الدراسات والتاريخ والجغرافيا والمواعيد والسنين والحاجات دي. يعني هقول لكم على قصة مأساوية جداً. لأن مثلاً ماما كانت تذاكر معايا الدراسات، فأنا ماما بقى منظمة جداً، اللي هو إحنا بنذاكر لما هاجي أسمع لها لازم أسمع لها الجمل بالظبط، يمكن بالفاصلة والنقطة اللي موجودين. فيعني والله انا شاطره وفهمت الموضوع وقلبت بسرعه كده، فلو حتى انا رحت لها بدري قوي عن ما هي منتظراني يعني. فطبعا خلاص هي عرفت ان انا يعني قلبت الموضوع. تيجي بقى تسمع، طب ما قلتيش دي، طب ما قلتيش دي. لا، ما هو انا مش هسمع الكلام بالظبط. انا عشان نفسي ارضيها، وده نفسي جدا انها ما تزعلش وان انا اكون يعني البنت المثاليه، لكن انا فعلا عامله مجهود مع نفسي جامد. فتيجي بقى بما تفسر الحاكم الفلاني عمل كده ليه، فاقول لها هو الشعب عمل كذا فهو عمل كذا. فطبعا دي قصه نروح نتكلم فيها مع بعض مش نروح نحطها في امتحان. يا ريت تكونوا بتشوفوا ولادكم عشان بس تبداوا تشوفوا ان احنا عاملين معاناه جوانا عشان نرضيكم، بس احنا حاجه غصب عننا يعني. فانتوا بقى فاهمين الباقي، وبتبدا بقى الام تزعق وروحي ذاكري تاني ونروح نقعد تاني. فانا لا حبيت التاريخ ولا الجغرافيا، وافتكر كنت برضو بجيب درجات، فانا كنت يا بذاكر على قد ما اقدر او افهم على قد ما اقدر عشان احاول اجيب درجات برضو على قد ما اقدر يعني. لكن بعد الامتحان هي اتبخرت خلاص. واوقات لما كنت اتعب قوي الارقام بقى والسنين والحاجات دي، فاحنا هنصورها كده في دماغنا سكرين شوت، ان شاء الله هنفتكرها زي ما هي برقم الصفحه وبمكانها فين ونحطها، وهننسى برضو بعد الامتحان. وزي ما قلت لكم يعني مش بس نحفظ حاجه احنا مش انترستد فيها، احنا اصلا الذاكره بعافيه. فتخيلوا ADHD هو مش قادر يركز في حاجه هو مش مقتنع بيها ومش عارف لماذا نحن هنا، وكمان يحفظها يعني صعب جدا، هو اصلا بينسى اكل امبارح. فالحمد لله يمكن ما كانش عندي موضوع مقارنات او حاجه بتتعبني في انه حد يقول لي لازم تبقي زي كذا او كده، ولكن هم كانوا عايزين ان انا ابقى انا الشاطره، وده كان مخليني الحمد لله طول الوقت عايزه اشتغل على نفسي. بس في حاجات ما كنتش بقدر اعملها، فكنت بشوف انا هحلها ازاي بطريقه تانية. يا جماعه انا وكل ADHD بيحبوا يتعلموا وما عندهمش صعوبه في التعلم ولا في التعليم، لكن عندنا صعوبه في ان احنا نثبت اصلا على المذاكره، ان احنا نحفظ او نفهم حاجه احنا مش حابينها ومش عارفين احنا بناخدها ليه. فين كده اسئله كتير في دماغنا، لماذا نحن هنا، احنا ليه بناخد ده، هنستفيد بيه ايه. فاي طفل عادي ممكن يحفظ الكلام وخلاص، لكن احنا بنفضل نشوف المعلومه دي ليه، طب ده كان حصل ليه. فاحنا من الحاجات اللي احنا تفرق معانا قوي ان احنا نذاكر بالورقه والقلم عشان نبقى بنشوف وبنكتب. من الحاجات اللي كانت بتفرق معايا جدا من وانا صغيره لحد الجامعه، يمكن لحد دلوقتي كمان، واكتشفت وعرفت ان دي الطريقه اللي ADHD بيحفر بيها المعلومه عشان ما ينساهاش. وكأن ان احنا كل ما بنزود الحواس واحنا بنذاكر ده بيساعد على
حفظ المعلومه احسن. عشان كده لما حد يلاقي دلوقتي ابنه بيذاكر وبرضه بيجيب درجات وحشه او مش عارف حتى يثبت على المذاكره، يروح يشخص ابنه يشوف هو عنده ايه المشكله، ما يقولش ده مشتت وغبي، لان هو مش عنده صعوبه في التعلم، وعنده صعوبه انه يركز او انه يثبت على اصلا المذاكره، وانه يركز في المذاكره ويسيب البيئه اللي حواليه. والمدرسين والمدرسه مهم قوي ان هم يبقوا برضه عارفين الكلام ده، لان بيكون ليهم دور مهم جدا في الوقت اللي الاطفال فيه بيروحوا المدرسه. عايزه وعي من التربيه والاب والام، ووعي من المدرسه. وخدوا بالكم بقى ان ال ADHD اصلا منه انواع زي ما قلت لكم، في قله انتباه، في فرط حركه، في الاثنين. وعلشان كده ما بين كل الانواع دي احنا لازم نبقى عارفين ازاي نتعامل مع الشخص ده، وان هم ليهم درجات في الاستيعاب وطريقه في التعليم. كل ده احنا محتاجين نشتغل على الوعي بيه. ومن الحاجات بقى المضحكه جدا وبصراحه تدعو للامل، انتوا عارفين ان حتى لو انتوا شايفين ولادكم عندهم صعوبه في التعلم، اسالوني بقى انا كواحده ايه جايه من هناك، علشان التعليم بالنسبه لل ADHD احنا اوفر كواليفايد، احنا قدراتنا فوق التعليم. وزي ما قلت لكم انه ده كنت اوقات بحس بيه، يمكن حتى في الشغل مش بس في الدراسه، انه بحس انه انا حاسه ان انا فاهمه قوي اكتر من اللي معايا، اكتر من الناس اللي قدي. وعرفت فعلا زي ما بقول لكم ان من واحنا اطفال احنا ممكن نكون فاهمين اكتر من الليفل اللي احنا فيه سنتين، بس ثباتنا وتصرفاتنا اقل من الليفل اللي احنا فيه برضه سنتين 3. وسبحان الله ده لفت نظري جدا في الشغل. كانوا مديريني الحقيقه يقولوا لي انجي انت مختلفه شاطره، منهم اللي قال لي انت موهوبه. ومن الحاجات اللي فرقت معايا جدا هم شجعوني وشافوني، وده اللي وصلني في وقت قصير اكون ترينر في اكبر الصيدليات في مصر. ودي كانت حاجه كبيره جدا، اشكر الحقيقه كل مديريني واصحاب الصيدليات اللي شافوا ده فيا. واوقات بعتبر ان دي نعمه، لان هي كانت بتفرق معايا قوي، وبتعوض الاحساس بتاع انتي مقصره، انتي مش شاطره كفايه. فده كان عارفين اللي هو حاجه بتوازن حاجه يعني. ما علينا بقى، نرجع تاني لموضوع التعليم. من الحاجات بقى لما نرجع للتعليم تاني مهمه، يا جماعه محدش يقول له اقعد على الكرسي، هو والله العظيم نفسه يقعد على الكرسي ويفضل ثابت، بس هو بجد مش عارف. هو حتى لما بيروح البيت برضه مش عارف يعمل كده. فخلينا دايما ان احنا نحاول نحركه في حاجه مفيده. المدرسه تحاول تحركه في الفصل، انه ما تلزموش ان هو يفضل قاعد. وده كان بيحصل خاصه مثلا وانا جايه اذاكر وانا عايزه بقى اجيب امتياز وكده، وافضل نفس الطريقه برضو اللي هو بتفركي مش عارفه تذاكري يعني. انا علشان اقعد اذاكر ساعه مشغله مزيكا صوتها عالي جدا، بتكلم مع اللي جنبي في كل حاجه، بناقش 100,000 حوار في البيت، برد على كل الناس اللي بتتكلم حواليا وكأني بذاكر وبرد عليهم، بس انا كنت فاكره ان ده العادي يعني. وافتكر مره لما كانت ماما يعني تحب بقى في ثانويه عامه تخدمني، فاللي هي بقى تخلي اخواتي الصغيرين يناموا ويخرجوا عشان بقى الدنيا تهدى، تفاجئ ان هي تدخل تلاقيني نمت، الدنيا بقت هاديه فنمت. يعني اكيد المذاكره مش احسن حاجه اللي هقعد اعملها وقت الهدوء، انام. فمن الحاجات برضو في المحاضرات، اكيد كلكم بتناموا في المحاضرات، بس انا بجد ما فيش ولا محاضره ما نمتش فيها. فالمحاضرات بالنسبه لي يعني انام في الشغل والله كمان، ما بحبش الحاجه اللي هنقعد ما نعملش فيها حاجه. ودي كانت من الحاجات اللي برضو بتخليني احس بتأنيب الضمير، انا ليه مش زي الناس، انا ليه مش عارفه اعمل الحاجه زي الناس الطبيعيه. وتبدا مرحله لوم النفس تاني، واحس انه الناس كلها عارفه تقعد تذاكر بكام ساعه وانا مش عارفه، الناس عارفين يحضروا المحاضرات وانا مش عارفه، الناس عارفين يروحوا الشغل بال8 9 ساعات وانا مش عارفه اتحبس في حاجه يعني. وانا مقضياها بقى مزيكا، نوم، حوارات في البيت. فاكيد طبعا كنت في الاخر انتي مقصره، انتي مش عارفه تعملي ده، وكان يطلع في صوره قلق وتوتر. يا جماعه انا كنت بروح الامتحان حاسه ان انا ابيض، معرفش ولا كلمه، حاول افتكر بس بجد مش عارفه، واتفاجئ وقت الامتحان ان انا عارفه وبكتب. وبعدين بقى اكتشف انا واصحابي ان انا كمان بجيب تقديرات، فطبعا كان اللي هو بتضحكي علينا. فيا جماعه ده دلوقتي حبيت اقول لكم انا مش بضحك عليكم، انا اصلا ما كنتش عارفه يعني. وبعدين حته ان احنا بننسى، فوالله انا بنسى، يعني انا بنسى المعلومات اللي انا خدتها اصلا، وربك بيكرم وقت الامتحان وبنحاول ايه نجيبها في القصه والحكايه، نقول يمكن كذا يمكن كذا، وربك بيكرم يعني. عملتها ازاي اني جبت امتياز؟ انا كنت بلوم نفسي، لاني بعد كل ده اقول طب ما انا لو كنت ذاكرت بس شويه كنت جبت احسن من كده. وطول الوقت انا في كل ده ما بيبقاش سهل،
انا بفضل ادعي واصلي واكلم كل الناس تدعي لي، اللي هو بجد اوقات بتوصل معايا إن هو يا رب انجح يعني، وسبحان الله. فدي من الحاجات اللي انا فهمتها دلوقتي. انا عايزه اجيب تقديرات، بحاول اذاكر وارتب واعمل بلان وكل الكلام ده، بس البلان اللي بعملها كانت بتوصل بعد كده في الاخر انا ما انجزتهاش كلها يعني. ومن الحاجات بقى برضو اللي كنت بستغرب منها جدا، وبرضو كنت فاكره عادي يعني، انه ادخل امتحان كليه صيدله 3 ساعات. يعني الناس لو بيبقوا عايزين 3 ساعات ونص 4 ساعات عشان يخلصوا. يعني انا بعد ساعه بجد لو المراقب وافق انه يخرجني، عشان كان لازم نص الوقت يعدي عشان اخرج، انا كنت بعمل اي برضو حاجه كده واخرج بعد ساعه من امتحان في كليه صيدله، والله حتى في ثانويه عامه. وطبعا كل الناس بقى متخيله يعني حاجه من اتنين، يا انجي جامده جدا لدرجه انها خلصت الامتحان في ساعه، يا انجي طبعا ولا تعرف اي حاجه خالص، فاللي هو كتبت كلمتين ونزلت. وبرضو ما عنديش خلق ان انا اراجع، انا والله العظيم عايزه اراجع عشان مش عايزه اغلط، بس مش قادره. فيا بنتي طب اقعدي ربنا يهديكي، مفيش. واخرج من الامتحان وبرضه الوم نفسي، خاصه لما اشوف ان انا عملت حاجه غلط، يعني مش كنت قعدت، مش كنت راجعت. فمفيش امل في الموضوع ده. وطبعا فكره ان انا كنت بجيب امتياز فبرضه كانت بتخلي الناس اللي هو انت كنتي خارجه بتعيطي ليه، انت جايبه امتياز يعني. فدي حاجات الاي دي اتش دي اللطيفه. انتوا عارفين اصلا يعني انا كنت عايزه ادخل طب، ولما ما جاتش طب انا فاكره انا كتبت 13 كليه طب، وكنت اللي هو بعيط بالدموع يعني. وفي الكليه انا جايبه امتياز، بس اللي هو طب انا ما رتبتش ليه. صراع رهيب بقى ما بين هو انا اصلا شاطره ولا انا كنت عايزه ابقى اشطر، انا مش فاهمه. بس زي ما بقول لكم احنا بنحاول وبنعمل مجهود رهيب مع لوم عن النفس او لوم بالنفس اكبر بكتير، فاحنا مش عارفين هو ايه اللي بيحصل. وطبعا كنت كل ده فاكره ان انا مش فاهمه نفسي، بس فهمت نفسي اللي هو انا اي دي اتش دي. في حاجه بقى مميزه جدا خاصه وقت المذاكره، مش عارفه منكم حد هيبقى زيي ولا لا، بس ممكن كده وانا في وسط المذاكره والقلق ووقت التوتر لازم انام بقى 10 دقايق، معرفش بقى ده كان هروب، وقت زعل، وقت امتحان، وقت ما احس ان انا مش مظبوطه في المجتمع اللي حواليا او في الظروف اللي حواليا، على طول هتلاقيني دخلت اوضتي واختفي بقى. ما اعرفش، ممكن ايام، ممكن يبقى عندي ارق جامد، مش لازم نوم. هو على فكره عشان نبقى عارفين، هو الارق الجامد او النوم الجامد هما الاثنين وحشين يعني. بس انا ساعات كنت انام 10 دقايق حتى، يعني اللي هو ايه، افصل، حاسه ان انا الدوبامين وقع خالص، اكن الباتري بتاعتك وقعت للاخر، هدخل انام 10 دقايق، شاربه بقى 4 5 قهوه مش مهم. كنت بقى مضغوطه بقى جامد في الامتحان وعايزه اعرف اكمل، مضطره اكمل يعني، ممكن بس تسيبوني انام 10 دقايق. طبعا الناس اللي هو ايه اللي انت بتقوليه، 10 دقايق هتعمل لك حاجه، سخريه واستهزاء يعني، واولهم ماما يعني، اللي هو 10 دقايق دي هتعمل لك حاجه. هي دلوقتي بقت مقتنعه، بس زمان كان ايه ال 10 دقايق دول. فعايزه اقول لك كنت انام ال10 دقايق وافصل واعرف اقوم بقى اكمل الحاجات اللي انا يعني بحاول ابقى انترستد فيها يعني. ومره في الثانيه في الثالثه بقت صحابي وكل الناس عرفوا الموضوع ده، ولو انا قاعده في مكان وقاعده مع اصحابي والموضوع ممل قوي وقاعدين زهقانين، لا انا يا هقوم امشي، يا اما لو احنا في البيت هسيبهم وادخل الاوضه برضو افصل 10 دقايق وارجع. فمش بستحمل الحاجات العاديه دي، اللي هو احنا قاعدين كده ما بنعملش حاجه، بنتكلم في اي كلام هادي، محاضره شغاله مونوتون، لا لازم يبقى في اكشن الحقيقه يعني. فلازم ادخل اعمل ريستارت وارجع اشوف بقى العالم حواليا عايز ايه. فكنت زي الفراشه اللي بتتنقل كده ما بين المذاكره والافكار والبيئه اللي حواليها، تحكي حكايه هنا، تقوم تاكل هنا، ترجع تذاكر، وحسب بقى الدوشه انا بحاول اسكت الدوشه اللي جوايا بالدوشه اللي حواليا. طبعا قلت لكم معلوم النفس، كل ده كان بيأثر بقى على ايه؟ ثقتي بنفسي جدا جدا جدا. لو اغلب الاي دي اتش دي على الرغم من نجاحهم في حاجات كتير، الا ان هم دايما هو انا كويس تمام يعني. عايزه اروح بيكم الموضوع بتاع اللي كانت ماشيه تكسر وتبهدل عربيتها وتتخانق ومحدش مستحملها. الاي دي اتش دي اغلبهم بيحبوا حاجتهم جدا وبيخافوا على حاجتهم جدا، وما بيحبوش يزعلوا حد. هو اكتر حد بيتضر هم نفسهم، يعني هم ما بيأذوش بني ادمين هم بيأذوا نفسهم هم. وممكن حتى لو حصل مثلا، احنا ساعات بيبقى عندنا ايموشنال ديسريجوليشن، سواء فجأة كده تلاقي الدنيا قامت فجأة، لكن بيرجع يتكلم ويطبطب على الحد اللي هو طلع فيه، وبيلوم نفسه ان هو عمل كده، وبيبقى مش عايز حد متضايق وان هو ما يبقاش تسبب مشكلة لحد. فانا شايفة
ان احنا يعني كلنا مميزات بس عندنا كنترول على بعض الحاجات، ومميزاتنا على فكره كتيره جدا ولو ركزنا فيها هنعمل نجاحات عظيمه يعني. عندنا طبعا مشكله النسيان السريع، وده زي ما قلت لكم مش عشان قله تركيز، احنا عندنا مشكله في الشورت تيرم ميموري اصلا. بالعكس ده لو هنتكلم على موضوع التركيز فاحنا عندنا زي ما بقول لكم الهايبر فوكسنج، اللي هو مثلا وانا بحضر الفيديوهات اللي بنزلها لكم انا بفضل مركزه فيها وبالساعات ومستمتعه جدا، بس هي عشان مستمتعه جدا. وكمان احنا شخصيات بتحب بقول لكم اللي قدامهم، وبتحب قوي ان هي تدعمهم وتقول لهم قد ايه هم كويسين وتسند اللي قدامها، يمكن عشان هم محتاجين ده. ممكن تساعد الناس اللي قدها اللي اصغر منها. كنت الحمد لله يا رب ان انا كنت بقدر اشرح للي اصغر مني في الكليه وكمان في الشغل، كنت ببقى سعيده جدا يعني، مش بس مستنيه ان اللي قدامي يبقى سعيد وشاطر، انا شكرا كده ببقى سعيده اصلا. اكتر حد بيحس ان عليه مسؤوليه واكتر حد خايف من المسؤوليه، لانه بيتوتر وبينسى وبيتعب وبيفضي طاقه، فمقاسي كتير. فاحنا عاملين مجهود مع نفسنا اصلا عشان احنا نكمل في الحياه بالحاجات المطلوبه مننا. من الحاجات اللطيفه قوي انه لما الاي دي اتش دي لما بيساعد حد مش بيساعده عشان مستني مقابل. يعني انا لما كنت في الصيدليات انا كان ممكن اعمل ملخصات للناس اللي داخله عشان ما تدخلش تعمل زيي وتبقى تايهه، لا اللي هو انت هتدخل تشوف هنا والادويه دي وده كذا وكذا، اللي هو يلم الصيدليه كلها في اسبوع. وده كنت بشوفه اللي هو لسه هيقعد شهور زي يعاني زي ما انا عانيت، مش انه شخص بقى مؤذي وماشي يكسر ويرزع وعلى طول غضبان ومحدش فاهمه. لا، انا زي ما قلت لكم ده مش طبيعي. وحتى لو الاي دي اتش دي محتاج رعايه معينه وتعديل سلوكي معين، محتاج يلعب رياضه وهكلمكم فيها، فكل ده قبل الدواء مهم جدا. المهم بقى ان احنا نتفهمه. نيجي بقى لموضوع الكسل. تخيل انت معاك شحن، انت صاحي من النوم معاك شحن يكفيك 24 ساعه، هتقسم عليه المهام اللي عندك في اليوم. انا بقى لمجرد ان انا صحيت من النوم ونايمه كويس وكل حاجه تمام ومفيش حاجه مزعلاني، فانا صاحيه من النوم دماغي كانها مشغله 12 قناه تلفزيون راديو، في 12 حد بيتكلموا، ال 12 بيتكلموا في صوت واحد مش ورا بعض على الحاجات اللي ورايا والحاجات اللي هعملها والحاجات اللي مش عارفه اعملها واللي مش لاحقه اعملها. انا فجاه بيجي لي حاله شلل، كنتش افهم ده زمان، انا دلوقتي فهمت ان في حاجه اسمها ADHD paralysis. احنا فعلا بنقف مكاننا، عارفين انه تفكر في الحاجه ورا بعض فانت عارف ترتبها وعارف الاولويات، وبتشوف الحاجه دي على مدار 5 دقائق 6 دقائق 10 دقائق الكلام ده. احنا في الثانيه الواحده 30 فكره وسامعه صوتهم في نفس الوقت ومبقاش عارفه طب هي مين اول. يعني حتى الاولويات احنا عندنا مشكله في الاولويات، فمين المهم ومين الاهم دي مش موجوده. فانا على ما اصحى من النوم وافكر بس ان انا عايزه اقوم افطر واصلي واخد شاور وانزل الشغل، انا طاقتي خلصت لاني مش عارفه هو مين فين، طب ابدا بمين اول واسيب مين. بجد هو ده اللي بيحصل. هي تبان حاجه عبيطه جدا بس هو ده اللي بيحصل. هي دي المشكله من المشاكل اللي بتاخد مننا مجهود، اني اصحى افطر واصلي وانزل الشغل، باخد نفس عميق بقى عشان ابتدي اليوم يعني. ففين بقى اللي هيجي عايزه بقى فين الابداع، فين خلاص انا كده بقيت كسلانه اصلا اشوف ورايا ايه بقى مهم في اليوم. وعشان كده كانت تطلع الشخصيه التانية اللي جوايا، اللي هو تيجي تقول طب يعني قومي بس انزلي من على السرير، التانية تقول لا مش قادره، طب قومي اعملي كذا، لا مش قادره. ففي 2 بيكلموا بعض وفي الاخر الاتنين صوتهم عالي، دي عايزه كذا ودي عايزه كذا، وفي الاخر انا قاعده مكاني ما بعملش حاجه. طبعا زمان كنت الوم نفسي واكتئب وازعل، دلوقتي بضحك كده واقول ADHD. فزي ما قلت لكم مش هيحركني من مكاني الا حاجه تحمسني وتحفزني، حاجه تعلي الدوبامين او الادرينالين، مغامره يعني، او زنقه الكلاب اللاست مينيت كول. كلنا عندنا زنقه الكلاب دي وكلنا عايشين بيها، لا بس هو ADHD بيتنفسها. يعني انا مش هقوم اكل غير زنقه الكلاب، مش هقوم اذاكر غير زنقه الكلاب، مش هعمل اي حاجه في حياتي خالص مهما كانت غير على اخر دقيقه. مهما كانت الحاجه دي هايفه او الحاجه دي مهمه، لان انا عندي مشكله اصلا زي ما بقول لكم في المهم واللي مش مهم. ممكن انسى اكل عادي. فاكتشفت فجاه انه احنا مخنا متركب كده، واوقات كتير يبقى ورانا حاجه او 2 واحنا يعني مكبرينها قوي، وهي لو قمت وبدات فيها هخلصها في ثانيتين الا ثانيتين. وده اللي بيحصل. عشان كده انا لما بقوم انجز حاجه بقالي اسبوع بفكر فيها بخلصها في دقيقتين حرفيا الحمد لله.
وده لقيت الدكاتره بتقول عليه انه فعلا الاي دي اتش دي بيخلص الحاجه اللي بتاخد 4 ايام وهو ممكن يخلصها في 4 ساعات. ومع مشكله الاولويات مشكله اداره الوقت، بيسموها ان احنا عندنا عمى للوقت، تايم بلايندنس. يعني مثلا تقول لي المسافه ما بين الوقت ما بين الظهر والعصر قد كذا، انا يا هشوفها كبيره قوي يا هشوفها صغيره قوي. انا لما بيكون عندي لايف بالليل ببقى من الصبح 9 الصبح واللايف 9 بالليل، ببقى حاسه ان اللايف يعني كمان ساعتين او كمان ساعه. بحس انا طول الوقت عندي مشكله في التايم مانجمنت، ودي بتخليك يا اما برضو مزنوق قوي يا اما بارد قوي، فالناس تقول انت بارد او تقول انت متوتر، يعني للاسف نفس المشكلتين يعني. فطول الوقت كل كاتب النوتس قدامك، بورد في كل حته، بتفكر نفسك، عامل مجهود خرافي مش في التاسك، عامل مجهود خرافي في انك تفكر نفسك باولوياتك وايه اللي وراك وبالمواعيد. ف من الحاجات برضو المهمه قوي في الوقت ده ان احنا نرفع الدوبامين عندنا، عشان كده من المهم ان احنا نلعب رياضه، من المهم ان احنا ازاي نعوض نقص الدوبامين اللي بيحصل ده، سواء بطريقه تغذيه، برياضه، باكل، بعلاقات كويسه في حياتنا. وممكن طبعا الحاجه الشهيره اني اتفرج على حاجه بحبها او اغنيه او لعبه عشان اشحن طاقه، فاللي هو ايه، الناس تذاكر وبعدين تلعب احنا بنلعب وبعدين نذاكر، مش هتيجي الا كده يعني. فتفهموا ولادكم وما تكسروش فيهم الموضوع، بس محتاج ان احنا نفهم ومحتاج ان احنا ندير التوتر ده، بدل ما احنا عايشين بماسك. وهقول لكم موضوع الماسك قدام، لانه الاي دي اتش دي غالبا بالذات الكبار، يعني خاصه الكبار مش متشخصين، فاحنا عايشين بماسك من واحنا صغيرين، وده خلانا مظلومين كتير في الحياه اللي احنا فيها، ومتشخصين اكتئاب او متشخصين توتر. وانا اعرف كتير من اللي حواليا وزمايلي وجيلي بالذات متشخص اكتئاب وقلق وتوتر، وفي ميول انتحاريه كمان للاسف. روحوا يا جماعه اكشفوا، لانه ممكن يكون ADHD ومتشخص غلط. فدي حاجه مهمه قوي ممكن تحصل، ان حتى تبقى الامهات مش قادره يبقى في رعايه كويسه لاولادها، والولاد ممكن يبقوا اصلا مبدعين وعبقريين واحنا بنقول عليهم اغبياء. فالكبار والصغيرين حقيقي مظلومين في الحته دي. ندخل بقى في موضوع الشغل. انا واحده زي ما قلت لكم عندي رفوف كتير في دماغي، وعلى فكره كنت بستخدم موضوع الرفوف ده من وانا في المدرسه. كنت بحس ان انا استقبالي للمعلومات بحطه في رفوف جوه دماغي، ما اعرفش ده تخيل عند برضو كل الناس ولا ADHD. فتعالوا ندخل كده جوه الرفوف ونشوف الفراشه اللي طايره من فكره لفكره في الثانيه دي، ومن حاجه لحاجه. فلازم كورس يحمسني، شغل يعني يبقى انترستد فيه جدا، وده كان بيحصل، اروح كورس وما كملوش عشان برضو بنفقد حماسنا بسرعه، اروح جيم وبرضو شكرا ما كملش، لا شغل بقى ولا كورس ولا جيم نافع في حياتي يعني. ففهمت انه الجيم اللي رحت اشتركت فيه ده، ما هي الفكره ممكن يكون الروح اللي فيه ما عجبتنيش، او مش معرفش يخليني اكمل اروح فيه، مش عشان حاجه، عشان انا لازم طول الوقت يبقى فيه اكشن كده، وفي حاجه انا انترستد فيها، لازم اكتيفيتيز بتحصل. لو مثلا اخدت كورس ودخلت بيت الدكتور ممل جدا هنام يعني، فما كملش الكورس، مش قادره. الكورسات اكتشفت الحاجات اللي انا كملتها او الشغل اللي كملته هو اللي انا كل يوم في حاجه جديده، وكل يوم بتعلم حاجه جديده، وحتى لو صعب مفيش مشكله، بس في حاجه انا بتحمسني ان انا اقوم اكمل او اقوم اروح المحاضره دي. فحتى يعني لو كنت الحمد لله نجحت في حاجات كتير فاتت، لكن انا اكتشفت برضو ان الشغل كان لازم يبقى فيه تشويق واثاره وفكره جديده بنعملها، وده انا كنت بعمله حتى لو مش موجود يعني. وده انا فهمته على فكره، برضو هتلاقوني بنط من حاجات لحاجات ADHD عادي. ده انا اكتشفته وفهمته اكتر كده زي ما انا بقول لكم، عشان انا درست كمان سايكولوجي وكوتشنج، ان انا فهمت انا محتاجه ايه والانسان عامه محتاج ايه غير ADHD. ففي الشغل بقى اتعلمت مهارات جديده، تبني علاقات جديده مع كلاينت، وبعدين ترجع تفتكر برضو انه الحمد لله كان كل الناس في الشغل يعني شايفين ان انت الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك كويسه وكل حاجه، بس بتقعد 8 ساعات، فانا اقعد 8 ساعات بين 4 حيطان بعد اللي انا حكيته لكم ده كله، فاكيد كنت بتخنق. انا عندي مستمتعه بان في تواصل وعملاء وحاجات جديده ومرضى يدخلوا واقول لهم يعملوا ايه، وكنت بحس بحلاوه غير طبيعيه ان الحاجه اللي جوايا او العلم اللي جوايا ده بيطلع بطريقه بسيطه تفيد بيشنت، ويا على الاحساس بتاع الرضا والسعاده ان اللي قدامك ده يستفيد. هو ده اللي بيحمسني قوي على فكره، وكمان فهمت اكتر ان ده من التوب فاليوز بتاعتي. فالمهم كل ده جميل جميل لحد بقى يعني ما بدات افهم
انه انا عندي احساس ملل فظيع رغم المانجمنت سكيلز والكوميونيكيشن سكيلز اللي حصلت. لكن اكتشفت رغم الملل ده الا اني كنت من اشطر الناس في ازاي اصلا ادير الصيدليه وادير الناس اللي معايا واعرف ازاي اتكلم مع العملاء. وانا مبقاش فاهمه طب انا ازاي حاسه بالملل جامد ومش طايقه الشغل وازاي انا شاطره فيه. برضو بقول لكم كل حاجه اللي هو ازاي انا بجيب امتياز وازاي انا مش بذاكر ومش عارفه اذاكر كل حاجه كده. فعديت بقى الموضوع ده وبقيت احاول اشوف طب انا ايه المشكله عندي في الثمان ساعات. طب انا موهوبه بالفطره ماشي، طب انا ليه مش شاطره بقى زي الناس؟ فافضل الوم نفسي ان انا شاطره وربنا مديني حاجات كتير وان انا بعمل خطوات كويسه في الكارير، بس انا مش عارفه ابقى زي الناس حتى العاديه اللي بتقعد 8 ساعات في الشغل. بس للاسف كبرنا يا امي وبقى في بصمه ان وبصمه اوت. والاي دي اتش دي في المواعيد نوعين، يا نوع حريص على مواعيده قوي لدرجه من كتر ما هو عنده ميعاد بعد ساعتين ما بيعرفش ينجز حاجه، اوفر كوميتد، وده كده زي لما بيبقى عندي لايف 9 بالليل من 9 الصبح شايله همه عادي جدا. او عايزه اكون جايه في ميعادي ومش هتاخر ماشي، بس متوتره بقى وعامله قلق علشان اوصل في الميعاد وبرضه بيفوتها في الاخر. يعني تلاقوا في ناس هي حريصه جدا هي مش قصدها تفوت الميعاد بس هي بتفوته برضه. فالاي دي اتش دي زي ما بقول لكم عنده مشكله مع الالتزام والروتين والمواعيد. ولكن لو البصمه عدت فهو بجد اللي ما بيعديش ال8 ساعات اللي ما بين 4 حيطان. في الاول هتلاقيني في حماس لسه بقى جديده في الشغل وكده، هنمشي الدنيا وهننزل نعمل حاجه جديده ونقول للناس حاجه نعملها جديده، وفي لسه في حماس حلاوه البدايات، واقعد اشرح بقى كل الحاجات اللي جوايا للناس اللي مثلا اصغر مني، وفي شويه دوبامين كده مدينا شويه طاقه نستوعب الناس ونستوعب ال8 ساعات. لكن شويه وهتلاقي برضو الدنيا بدات تزيد تاسكات والتزامات ومواعيد وانا طاقتي هتبدا تقل، فانا مش هعرف. او بقى روتين مفيش حاجه اعملها، قاعده طول الوقت فاضيه في الصيدليه غير الوقت اللي بيكون فيه مثلا العملاء او حاجه، تلاقيني بقى اخترعت حاجه، هجيب بورد واعلقها وهنشرح حاجه، هنعمل مسابقات، انا هخلص كل حاجه. خلصت كل ده الاقي برضو ان انا ما بعملش حاجه. طيب ايه؟ فكان يا اما مثلا اخرج ازور دكاتره بره قبل ما كان لسه ما فيش حاجه اسمها احنا نزور دكاتره ونعمل ماركتنج، كنت خلاص بطلع اعمل كده، ما انا قعدت جوه الصيدليه ما بقتش عارفه اعمل ايه. وبعد كل ده كان اوقات باخد بس ربع مرتبي. ليه؟ لان ايدي على البصمه الاوت، خلاص عملت كل حاجه في الحياه، كل حاجه عملتها، ما عادش فاضل غير اني اروح حتى لو مش هاخد المرتب كامل بس مش قادره اقعد اكتر من كده. برضو كنت الوم نفسي، يعني انت عملتي كده ليه؟ طيب مش عارفه تقعدي شويه، ما كل الناس موجودين اهو. فدي من الحاجات اللي برضو كانت فيها جلد ذات، موضوع حتى بس الحضور والانصراف. وافتكر يعني حتى في وقت الكورونا انه الناس كلها خايفه تنزل، انا بقى طبعا ADHD واندفاعيه وريسك تيكر خالص. خدوا بالكم ان ADHD اكتر حد ياخد ريسك، مفيش شكرا كده على طول. فالناس كلها والاهل ضاغطين عليك عشان ما تنزلش، وانا اكتشف بقى ان انا ما كنتش بخاف ونازله. ومش عايزه اقول بقى يعني ان انا ما كنتش كمان بلبس الماسك والحاجات دي، بس كان بيخنقني قوي الحقيقه. وانزل واتعامل مع البيشنت والبيشنت يجي لي بروشته دواء الكورونا وانا عادي خالص، سسبنس ادرينالين فموقفني على رجلي. احنا بتوع المواقف الصعبه والمغامرات بتهدينا مش بتوترنا، لان انا عندي مشكله في الادرينالين واقع برضو، فلما يجي شويه مواقف صعبه تظبط الادرينالين انا بقى تمام. الانسان الطبيعي العادي لما يجي له شويه ادرينالين زياده يتوتر ويقلق، انا بقى تمام وهاديه. عشان كده بالكرايسيس مانجمنت او اداره الازمات بتحتاج الاي دي اتش دي. وببقى ماشيه كل حاجه في الصيدليه والعلاقات ما بين الناس حلوه، وحتى لو حصل غياب فجاه حتى لو في شيفت النايت ما نحتاجش اي حد والدنيا يعني تمشي كل حاجه يعني. ولكن ساعتها بقى المديرين شافوا ان هي لو بتتضار بالتليفون ما نقعد في البيت يا انجي وندرها بالتليفون. فبصراحه حسيت بالظلم، بس في نفس الوقت انا عارفه نفسي ان انا مقصره، بس انا مقصره في البصمه ان واوت. كان عامله مجهود للاسف بس يمكن ما كانش متشاف صح. انا بنزل في وقت الكورونا وبشيل كل الازمات اللي ممكن تحصل من غير ما اقول لحد انا محتاجه حاجه، وتشيل حاجات زياده عليك حاضر، تهندل شفتات اوكي، غياب تشيل حاضر. وكل ده كمان كارقام كسيلز مترجم في ارقام، يعني
في حاجه حاصله. ولكن كالعاده يمكن ADHD انا نفسي ما كنتش فاهمه، فليه هبقى كنت طالبه ان الناس تفهم. بس الادارات رغم المبيعات مش بتفكر كده، وفكرت بس في البصمه الان واوت، وقعدتي كام ساعه جوه الصيدليه. فدي كانت من المقاييس اللي انا شايفاها انا اتقست بيها غلط، ومن الحاجات اللي خلتني ارضى عن ده دلوقتي لما انا فهمت. هما حطوا كل الKPIs وكل اللي هما بيقيسوا بيه في حضور وانصراف، وسابوا مثلا 9-10 حاجات تانية، ممكن جرد، ممكن ستوك مانجمنت، ممكن كوميونيكيشن، ممكن سيلز، ممكن كل حاجه ممكن تتخيلوها. والواحد برضو دلوقتي بقى بيتعلم وبيفهم نفسه اكتر. حلو قوي ان انت تعرف هي الناس طالبه منك ايه وانت مقصر في ايه. بس الفكره ان انا لما كنت بعرف ما كنتش بقعد ال8 ساعات برضو، لاني لما روحت شغلي بعده كان شرطي ان انا مش هقعد في الصيدليه 8 ساعات، يعني خليهم 6 واسمحوا لي بس ببريك اطلع واخرج، لانه انا مش هعرف اتحط في مكان لوقت طويل. وده بقى اللي انا بقوله لكم عشان تفهموا نفسكم لو انتوا بتحسوا بالمعاناه. يعني انا من الناس اللي لما كنت اسيب الشغل واطلع بس اشرب قهوه بره واخرج، او اخرج اجيب حاجه وادخل، اي حاجه بس اعملها اتحرك، كانت بتفيد جدا. فده مهم من اول المدرسه، ما تقعدوش الولاد 24 ساعه او 6 ساعات عشان 6 كلاسز ورا بعض، مشوهم، اعملوا روتيشن من قدام لورا. في الدروس نفس الكلام، في البيت يا جماعه خليهم يعملوا اكتيفيتيز مفيده، خليهم يلعبوا. ولما نكبر في الشغل في ميتنج، لما تلاقي في ميتنج قاعده بالساعات يعني احنا اشهر حاجه عندنا دلوقتي بقت احنا فين، احنا في ميتنج. فالناس اللي قاعدين يتكتكوا بالقلم ويهزوا في رجليهم وفصلوا جدا وما بقوش عارفين اصلا احنا فين في الميتنج، لان هم برضو مش انترستد في كل الكلام الكتير ده، اديهم سماح كده، بريك، يخرجوا ويدخلوا، يقوموا يتمشوا والله في اوضه الميتنج، بلاش يخرجوا. الحاجات دي بتفرق معانا جدا. والمشكله احنا بعد ما بنبقى احنا بعد كل ده شايفين نفسنا مقصرين. يعني ما تفكروش ان انا قاعده بقول كده ان انا امون دي حاجه ما حصلتش، لا، انا كل ده بلوم نفسي ان انا مش انسانه عاديه زي ما كل الناس اللي حواليا عاديه وقاعدين هم بال8 ساعات ما اعترضوش يعني، ولا حسوا بملل وزهق ولا اي حاجه. امتى بقى، وده لاحظته في الشغل دلوقتي بقيت بعمله، امتى اقدر اقعد 8 و10 ساعات وابقى يعني مبسوطه جدا؟ لما اكون بعمل حاجه بجد بحبها ومستمتعه بيها، لان زي ما بقول لكم ببقى خلاص هايبر فوكسنج، مركزه فيها جدا. فاللي انا عايزه اقوله لكم ان احنا بنحاول ندور بذكاء على كوبينج ميكانيزم، او ازاي اتعامل مع المشكله اللي عندي، سواء في المدرسه، سواء مع الاهل، سواء في الشغل. ودايما خليكم شايفين ولادكم بنظره تانية، ما تشوفوش العيب او الحاجه اللي بتحصل، لكن شوفوا الحلو اللي فيهم، وشوفوا العيوب دي على انها حاجه قابله على فكره للتحسين. لانه احنا مخنا يعني حتى لو كان في حاجه ناقصه فمخليه التركيبه فيها بعض العيوب، ولكن سبحان الله خلقت ربنا ان في حاجه اسمها نيوروبلاستيستي، ان احنا دماغنا قابله للتغيير وانها تكبر. انت لو علمتني حاجه وفضلت احافظ عليها ومهاره جديده هتخليني اعرف اتعامل مع المشاكل اللي عندي. هو ده على فكره هدف الفيديو، ان احنا اصلا نكتشف وهنعمل ايه بقى، الكوبينج ميكانيزم ايه. طب يعني طبعا هتتخيلوا ان انا بقول يعني انجي وانتي مش عايزه الناس تشتغل، عايزاهم يجوا الشغل يعني ساعتين عشان هم موهوبين ولا عشان هم زهقانين ايا كان يعني. ولكن لا، زي ما قلت لكم احنا بس نتفهم الاختلاف، نوعي المجتمع ان في اصلا ناس مختلفين مش متخلفين، ومش اغبياء ومش مهملين، يعني كسلانين غصب عنهم. وفي فرق قوي، في فرق ان احنا ازاي نختار التعليم لاولادنا، ازاي نذاكر لهم في البيت، الشغل، حتى اختيار الشغل يا جماعه مناسب. انا لو من الاول اشتغلت شغل فيه حركه وفيه انطلاق كان فرق معايا. وزي ما بقول لكم نهتم بالرياضه اللي الاطفال بيلعبوها من وهم صغيرين. الاطفال الرياضه والتغذيه هتفرق معاهم جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه، يعني اصلا دلوقتي الناس والشركات الكبيره بتعين الناس بسبب المهارات مش العلم، لانه هي شايفه وده الصح ان العلم انا ممكن اعلمه لك، لكن انا عايزه حد عنده مهارات وعنده اتيتيود حلو. فاحنا عندنا المهارات وعندنا الاتيتيود الحلو، لانه احنا بنتميز بالايموشنال انتليجنس، ذكي وحساس وفاهم الشخصيات وانماطها من غير ما يروح يدرس. طبعا الدراسه يا جماعه بتفرق قوي، يعني ممكن يكون الواحد عنده موهبه ما ولكن الدراسه بتفرق. فهنا ADHD ذكي بالفطره لانه شاف مقاسي كتير، فحاول يعني يشوف هو هيعمل ايه معاها. وكل الصراعات دي وكل المميزات دي انا وناس كتيره قوي ما كانش تعرف عنها حاجه،
وزي ما بقول لكم احنا شاطرين في اداره الازمات، بس احنا كسلانين. ساعات ما بنبقاش شايفين خطوه قدامنا، بس ساعات شايفين قوي الحاسه السابعه او السادسه دي لقدام حبه كتير يعني. فممكن يكون في تناقض كتير، بس هو الاي دي اتش دي هو يعني اكتر واحد متناقض، اكتر واحد كسلان، واكتر حد عنده طاقه. ناس كتير جدا بتقول لي انجي انت بتدينا طاقه جامده جدا، بضحك جدا اللي هو انا عارفه ان ممكن اكون فعلا بديكوا طاقه، بس انا اوقات كتير ببقى من غير ولا سنتوفه طاقه. شوفوا ولادكم، هتلاقوا ولادكم كده، شوفوا نفسكم، وكمل لكم الفيديوز اللي جايه. بس اللي يشوف نفسه في اي حاجه من دي يروح يتشخص صح، لانه الموضوع بياخد تشخيص على مدار وقت وعلى مدار زي تيست، كذا تيست بيتعمل بعد طبعا ما الدكتور يقول لك عليه. وان شاء الله مش عارفه اقول لكم ان شاء الله تطلعوا ADHD ولا لا، بس انا عامه فخوره ان انا ADHD.